برضو من ضمن الحالات اللي انا بنحب يعني نستضيفهم جدا في اوائل الطلبه، اللي هو طالب زي ما شفنا جودي الخولي طالبه لغات، وامتحان الفيزياء جالها لغات، ومع ذلك هي خدت عندي وحلت بالعربي. فطبعا طلبه اللغات يقول المستر بيدي لغات ولا لا؟ طب ما تحضر الفيزياء معانا بالعربي عادي وحل بالعربي. فاحد النماذج طبعا هو والدته بنت عمي، فبرضه كان من الناس اللي انا احس ان هو ابني، هو عارف ان هو ابني. احمد موسى من الناس اللي فرحت لهم جدا. هو احمد هو هيعرفكم بنفسه الاسم، المجموع، درجه الفيزياء، الكليه. احمد محمد موسى، درجه الفيزياء 56، المجموع 91 ونص، كليه طب بشري اهليه. انت جاء قبل ما يجي لك طب بشري اهليه كان جات لك كليه ايه في الحكومه؟ بيطري دمنهور. بس انت دخلت اهليه اسكندريه. طبعا انا السبب الرئيسي اللي انا مستضيفه ان هو كان لغات، مش عرف في اولى وثانيه ولا لا، ده مكمل لغات. يعني هو دخل جاله الامتحان لغات. فالموضوع ده برضو جودي بتقول لي انت يعني جودي قالت انا اعتمدت على مستر محمد البنا فقط، انما انت بتقول استعنت بمدرس لغات الاول في الحديث. انا عايزك تحكي لي بقى القصه. يعني انت طوال الكهربيه كنت معايا، بس هل الفيزياء بقى، عشان في ناس بتسمع الفيديو ده وممكن يكون حد من اللي قاعدين قدامنا برضو كان لغات ومعرب، هل تفرق؟ اصل في ناس انا شايفهم بيعلقوا شماعه ضعف مستواهم على اساس انا كنت معرب والكلام ده، هل تفرق؟ لا، هي الفيزياء بالعربي كشرح اسهل، بس الحل بتاع الانجليزي احسن. انا بحس ان انا بحل في الانجليش احسن من العربي، بس هي كشرح احسن بالعربي. انا برضو لاحظت كده. يعني انا ابني برضو كان نفس القصه، كان لغاته معرب. فلما جيت اسمع معاه الشرح لقيت المدرس بيشرح عربي عادي يعني. فهو كده الشرح انت كده يعني لغتك الام، لغتك اللي انت بتمارسها مع اهلك لو اتشرح بيها فمش فارقه بقى. ما حدش يقول لي فيزياء لغات بدور على مدرس لغات، ما هو بيشرح بالعربي برضو. وطبعا الحل كده احنا قوانين الفيزياء كلها بتبقى بالانجليزي. بس انت جيت في الحديثه قلت لا، قررت ان انا نستعين بمدرس كمان لغات. فرق معاك؟ مش قوي الصراحه، لانه كان شرحه مش حلو في الحديث. طبعا عشان البنا طب دي اكيد يعني ما خدتش مع المراجعه. وحضرت معايا المراجعه. طب انت برضو عملت تصرف تاني ممكن برضو يكون تقيل على بعض الناس. واحمد ما شاء الله من الشخصيه الكاريزما اللي هو برضو احنا كنا متوقعين له كمان اعلى من كده على فكره، وهو كان طموحه اعلى من كده. انت جبت في الفيزياء كام؟ 56. والمجموع 91 وشويه. طيب انت كنت متوقع في الفيزياء اعلى من كده كمان. انت اللهم صل على سيدنا محمد جيت في شهر تقريبا 12 وقررت، قلت لي انا هنحول اونلاين، ودخلت معانا على منصتنا. وطبعا عايزك برضو تقول حته الاونلاين ديت، وهل الاونلاين اي طالب قادر انه يكون اونلاين؟ والمتابعه عندنا في منصتنا احنا بالتحديد، عشان برضو عايز اعرف الناس ان احنا عندنا خدمه جيده جدا للي ناوي بعد كده يحاول اونلاين. احكي لنا على القصه دي. وكنت بتظبط المنصه لان المنصه فيها عيوب، انت تعتمد على المنصات فيها عيوب، ففهمهم لو حد ناوي يعمل كده فتره من الفترات ايه المميزات وايه العيوب. اونلاين مش هينفع مع اللي بيراكم، لازم واحد ما يكونش بيراكم. ايوه يعني انت المشكله في الاونلاين انت مفكر الموضوع سهل. لا، يعني انت جه ميعاد نزول الحصه على المنصه انت مفضلها وقت كانك في السنتر، انت مجرد بس وفرت السكه، انما ما وفرتش حاجه اكتر من كده. المشكله ان انت لما بتلاقي الحصه على الموبايل انت تستسهل، ما انا هنسمع حصتين على بعض. التراكم ده حصل معاك؟ راكمت كذا حاجه مره؟ طبعا. عملت ايه؟ قرب المايك. كنت بس كل يوم بسمع المحاضره اللي عليا، بس كان بيبقى متراكم عليا واحده قبلها. وجيت في نص رمضان كده بابا عمل جدول، خلصت كل حاجه فيه وبس. يعني بص، يعني موضوع ان انت تراكم ده، لا ده موضوع مقرف. وصل لمرحله وهنا بابا اتدخل. بابا على فكره من الشخصيات العظيمه برضو، شخصيه منظمه جدا. قال له لا تعالى بقى احنا هنعمل لك جدول. شوف هنا تدخل الاب في الوقت المناسب لما حس ان الدنيا بدات ايه هتسرسب مننا. لا تعالى بقى نعمل جدول. كان الجدول فاكره كان فيه ايه؟ لا بس هو كان يعني حاطط كل يوم محاضره من كل ماده يعني. يعني كل يوم انت تمسك ماده تخلص حاجه. اللي بدا من القديم ولا قديم مع جديد؟ عملها ازاي؟ الجديد وكان بياخد باب من القديم. في اول العيد كده يعني بقى ياخد محاضره من الجديد الاولويه مع حاجه من القديم. لا لحد ما ظبطت والحاجات المتراكمه اتظبطت. لو حد بقى اعتمد انه اونلاين والمحاضرات عندي على المنصه وكبر دماغه وما فاقش الموضوع ده، المنصه على فكره للاسف الشديد انا بقولها، معظم الطلبه اللي اعتمدت على المنصات فقط ما جابتش مجموع للاسف. طالب المنصه هو جه فتره من الفترات لا خد باله ان المنصه عيبها ان ممكن تتراكم عليك حصص. برضو بابا ما شاء الله من الشخصيات الجميله. طب عمل معاك ايه في ليالي الامتحان؟ بابا كده برضو عمل جدول برضو القصه دي؟ ايوه بس انا ما كنتش بمشي عليه. يعني بابا يعمل جدول بس انت تمشيش عليه؟ يعني مش قوي. طب هو كان بيعاقبك لما تمشيش عليه؟ لا كنتش بعمل حاجه، كان يعني بمشي على نصه كده، يعني بمشي مش بمشي عليه كله يعني.
هو اصلا انا مقتنع ان موضوع جداول المذاكره ده حاجه فاشله بصراحه يعني، بس كون ان الجدول بقى مش الطالب اللي عامله، ده بابا اللي عامله، بس بابا ذكي عارف ان هو استحاله هيمشي عليه. يعني انا بعمل جدول والله لو عملت نص تبقى كرامه. انا يعني انا متخيل ان الاستاذ محمد كان بيفكر بالطريقه دي. ايوه. ايوه يعني ايه اللي حصل بقى لما لقاك ما مشيتش على الجدول؟ كان رد فعله ايه؟ ما عملش اي حاجه. هو يعني هو كان بيزود في الجدول عشان هو عارف ان مش هعمله كله. يعني هو كان اللي ربى خير من اللي اشترى. احمد من الناس الجميله جدا. انا بس حبيت اوريكم تجربتين مهمين عملهم احمد. انه كان لغات وامتحن فيزياء بالعربي. انت حليت بالعربي ولا بالانجليزي؟ حليت بالانجليزي بس في حاجات بسيطه عليها في العربي. يعني كان معاه ورقتين، ورقه عربي ورقه انجليزي. نصين عربي وانجليزي في نفس الورقه. ايوه. الورقه نفسها مقسومه نصين. ايوه. والنص كان نص انجليزي ونص عربي. ففي اسئله انت بصيت عليها من العربي. أيوة. فانا بقول انه طلبه لغات لو انت عايز تاخد عند مدرس عربي الموضوع مش صعب اهو. انا وريتكم كذا نموذج وجايب 56 من 60 اهو. يعني موضوع ان انت تبقى لغات وتاخد عند مدرس فيزياء عربي، انا شايف ان ده طبيعي جدا في الفيزياء وما اثرش بحاجه. الحاجه الثانيه اللي عملها انه حول اونلاين فتره من الفترات. عرفت ان الموضوع برضو تحويل الاعتماد على المنصه بس مش حاجه كويسه في كل الاوقات. لازم تكون انت ما تراكمش حاجه. شكرا لدكتور احمد موسى.